الرز المعمر او الرز المدسوس ان شاء الله النهارده نعمله بطريقه سهله وبسيطه. ان شاء الله الطريقه دي هتخلي معاكي الرز مفلفل ومش معجن. انا همشي معاكي بالكوبايه علشان برضه تظبط معاكي المعيار. انا معايا 6 كوبايات رز مغسولين، هستخدم لهم 6 كوبايات 4 لبن و2 ميه، بس لازم يكون اللبن والميه سخنين. انا بقى هنا هجيب الصينيه بتاعتي البرام المتاح عندك، هنزل بالرز بتاعي. معايا 4 معالق قشطه، القشطه دي اللي هي وش اللبن، انا شايلاه في الفريزر، مش موجوده عندك ممكن تستغني عنها، بس هي بتدي طعم كويس، بتعزز الطعم يعني. هقلب الرز بالقشطه، وانا ببدا في الصينيه بكون مشغله الفرن. هظبط بقى الملح بتاعي. طب الفرن بتاعي انا بيشتغل من فوق ومن تحت، هشغل الاتنين. لو انت الفرن بتاعك بيشتغل تحت الاول والشوايه لوحده، الاول هتشغلي الفرن من تحت يسخن، واول ما تيجي تدخلي صينيه الرز هتروحي مشغله الشوايه ياخد وش وتطفي، وتشغلي بعد كده تحت. هنزل بقى بالاربع كوبايات لبن وكوبايتين ميه الاتنين سخنين. اللبن والميه السخنه بتساعد ان انت الرز اول ما يخش الفرن يعمل وش بسرعه. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير. هظبط بقى الملح بتاعي عشان كنت حاسه ان هو عايز شويه ملح. هدخله اول ما ياخد وش كده هطفي الشوايه من فوق. اول ما تلاقي الصينيه بتاعتك خدت الوش ده، طفي الشوايه وسيبيها بقى تشرب السوائل بتاعتها كلها. اول ما تلاقي الرزايه بتاعتك دخلت في السوا طلعيها، طلعي الصينيه، ظهر المعلقه كده اعملي فتحات ونزلي بقى السمنه بتاعتك ورجعيها تاني الفرن، سيبيها مثلا من ربع ساعه ل10 دقايق. ان شاء الله تجربي الطريقه وتعجبك.